تحذير هام يا جماعة للناس اللي لسه مبتدئة جديد في مشروع تربية الأرانب، أو اللي لسه أو الناس اللي مبتدئة بقالها فترة يا جماعة. تحذير هام وبأكد عن الكلام ده يا جماعة اللي أنا عايز أعرفه لك. الناس اللي عندها حالات جرب في مزرعتها أو في القطاع، أو الناس اللي مربية عشان خاطر تاكل منها عايش يا جماعة. لو انت بتشتكي من أعراض جلدية شخصك، يبقى انت اي عندك عندها جرب ما تمسكهاش بايدك زي ما انتوا بتشوفوني كده يا جماعه بمسكها بايدي. البس كلابز او جوند في ايدك عشان خاطر لو انت عندك حساسيه او جلديه، لو بتشتكي من الجلديه عشان المرض ده. لو انت عندك الجلديه بتاثر عليك، هيتزعلك فيما بعد وهيحصل عندك نفس النتيجه اللي في الارنب لو عندك جرب. تابعوا معانا الفيديو يا جماعه، الفيديو كتير مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس اللي بتنورنا على اليوتيوب وعلى قناة صفحة يومياتي في مزرعتك، كل الناس على دماغي من فوق. الف شكر للناس اللي بتدينا لايكات وبتدعم الفيديو بتاعنا، انت اللي بتدينا الامل اللي احنا نكمل ونجاسب معاكم في الفيديوهات. طبعا عايز اعرفكم حاجة، لان النهاردة درجة الحرارة هتبقى 31، يعني حاجة مش عايز اقول لكم، حاجة صعبة جدا جدا على الارنب. لو انت لسه بتحط في العيون ستات وسبعات والكلام ده، الشغل ده يا جماعه ما عادش ينفع. اعمل فاصل بقى يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده التشكيل عندنا بنحط كل 4 في عين، زي ما انتم شايفين كل 4 في عين. اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، كل 4 في عين يا جماعه، وما تكتمش على الارنب بتاعك، سيب الارنب بتاعك ياخد دوره. اهم حاجه عشان درجه الحراره بتاعنا والشفاط بتاعك يكون شغال يا جماعه زي ما انت شايف كده. اهم حاجه، وانتظروا الفيديو وشوفوا اتفرجوا معانا على الاخر، وان شاء الله الفيديو ده بيتكلم عن الوقايه، ازاي نستعمل الوقايه في ارتفاع درجات الحراره، او انت بتستخدمها على طول صيف وشتاء يا جماعه. بالنسبه للديزانول الاردني، وده يا جماعه الديزانول الاردني اللي هو التمن، اكيد الناس عارفاه، حاجه كويسه جدا جدا جدا. فانا عايز كل الناس اللي هي بتستعملش الحاجات الديزانول او الوقايه، لو ان انت لسه مبتدئ جديد هعلمك برضو طريقه على قدك كده برضو، سواء انت بتستعمل موتور رش او بتستعمل تستعمل الكباسه دي يا جماعه، او بتستعمل دي. كل واحد على حسب مقدرته، بس انا هعلمكم بدي. طبعا موتور الرش لو انت مزرعتك كبيره او متوافر عندك الموتور الرش اللي انا برش فيه، اللي انا عملت لكم كذا فيديو بيه، انا هعلمكم بالطريقه ديت، وبعد كده هعلمكم بالطريقه ديت، لان دي كبسه يا جماعه بتقعد تكرك له كده يا جماعه. فان شاء الله انتظر الفيديو وشوف، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم اخوك باللايك، وجزاكم الله كل خير. النهارده هنرش ديزانول وهنحمي بديزانول، بس هوريكم طريقه ديت، وانا هكمل انا بقى بالموتور. طبعا يا جماعه لو انت عايز تسلي صيامك وتحمي بالبتاع كده يا جماعه، لو انت عايز تسلي صيامك وعندك قطاع 10 امهات، دي طبعا متوفره، تقدر تجيبها من اي حته ورخيصه جدا. واهو بنحمي اهوت يا جماعه، والدنيا ايزي اهوت يا جماعه، حمانه وطروف الرجل. واهم حاجه يا صاحبي انك تهتم بضوافر الرجل كويس، والودان والمناخير. حمي الام كويس زي ما انتم شايفين كده، اهتموا بالضوافر، منطقة الرجلين اهم حاجة، عشان اول ما الجرب بيجي عندك بيكون باين قوي في منطقة الرجلين. الوقاية مهمة جدا جدا يا جماعة، عشان خاطر الجرب، وعشان خاطر برضو انك تتفادى نشاط الجرب دي، لان الجرب دي ما بيمسك المزرعة يا جماعة بيزعلك جدا جدا. فانتوا اهتموا، لو انت عندك 10 امهات ببخاخة ولا حاجة، هي مش صعبة يا جماعة، حاجة يعني تافهة، انك تقدر برضو تحمل ارانب وفي نفس الوقت تطلع ارنب جيد. الاطفال معاك برضو بتحميها. دي امتى يا جماعة؟ بتخش مثلا كده في قطاعك الساعة 11 الظهر او 12 الظهر او بعد صلاة الظهر والجو حار، بتقوم محمل المكان بتاعك كويس كانس، والدنيا مروقه عندك كويس زي ما انتم شايفين كده، الحاجه نضيفها اهوت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم اخوك باللايك، فعل زر الجرس لو انت مهتم معانا في تربيه ونشاط تربيه الارانب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في كل فيديو جديد في عالم تربية ومجال الأرانب.